النهارده هعمل معاكم اشطوطه وهتطلع بالشكل ده. شايفين صوص الكراميل سايح ازاي، ولا الكريمه، ولا الكيكه نفسها هشه، والطعم تحفه. شايفين التسويه بتاعتها؟ شجعوني باحلى لايك. يلا نسمي بسم الله. معايا 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، يعني بطلعهم من التلاجة قبلها ب3 ساعات. ممكن نستخدم 3 بيضات. بضيف عليهم كيسين من الفانيليا. انا هستخدم المضرب السلك، ممكن تستخدمي المضرب الكهربائي او تستخدمي الخلاط الموجود عندك استخدميه. هخفقهم مع بعض كويس قوي لحد ما البيض لونه يفتح يبقى بالشكل ده. هضيف عليه كوبايه من السكر، اي سكر موجود عندي، واخفق كويس قوي لحد ما السكر يدوب خالص. بضيف عليهم علبه من الزبادي. انا هضيف علبه زبادي صغيره، زبادي بلدي، اي زبادي عندك موجود حطيه. طبعا الزبادي بيدي هشاشه للكيكه، وكيكه الزبادي بتبقى انجح من كيكه اللبن، بيخلي الكيكه كده تبقى هشه وناعمه. هضرب كويس قوي. طبعا انا مش هستخدم لبن ولا هستخدم سمنه ولا زيت، مش هحط اي ماده دهنيه، علبه الزبادي بس. معايا كوبايتين من الدقيق، اكون نخلاه كويس قوي متعدد الاستخدامات. بضيف عليه معلقه كبيره من كيك شيف، رشه بسيطه من الملح. بقلبهم مع بعض كويس قوي. بضيفهم على المكونات السائله. في الوقت ده مش هستخدم اي اداه كهربائيه، هستخدم المضرب السلك او الاسباتشلا. واقلب بقى كويس قوي كده مع بعض في اتجاه واحد. بكون مسخنه الفرن قبلها ب10 دقايق على درجه حراره هاديه. اول ما باجي احط الصينيه بخلي درجه الحراره 180، بحطها على الشبكه اللي في النص. هحط معلقه من الخل، معلقه كبيره. الخل طبعا محسن طبيعي، بيضيع صفارة البيض. طبعا بيدي هشاشة للكيكة، وبيديلها نعومة كده. هقلب في اتجاه واحد بالشكل ده لحد ما القوام معايا يوصل للشكل ده، بالشكل ده كده. بكون مجهزة صينية بدهنها زيت. طبعا لو عايزة الكيكة تبقى أعلى من اللي أنا هعملها، ممكن أحطها في صينية مقاس 24 أو 26. الصينية دي مقاس 28. بنزل بالخليط وهزها كده واخبطها خبطتين. طبعا مش بفتح عليها غير بعد نص ساعة. طلعتها من الفرن، خدت معايا ساعة الا تلت. بقلبها على شبكة او على مصفى، بسيبها لما تبرد. برجعها في الصينية تاني، وبشيل الطبقة اللي على الوش. بكون مجهزة كوباية لبن دافية. طبعا مش بحط عليها سكر ولا اي حاجة، اللبن بس. بتكون دافية، بسقي بيها الكيكة. طبعا الكيكة معايا مش بتعجن ولا اي حاجة. الكيكة بتشرب اللبن وبتبقى كده، طعمها حلو كده، وبتبقى طرية مش معجنة. هسيبها على جنب كده شوية، وهعمل صوص الكراميل. معايا طاسة سخنة على النار، بكون مهدية النار خالص. بضيف كوباية سكر، أي سكر موجود عندي. بفردها في الصينية. بفردها كده في الطاسة، واسيبها لحد ما تدوب خالص. أول ما تبتدي تصفر من الجانب بقلبها لما توصل للقوام ده. بضيف عليها معلقة زبدة. أول ما الزبدة تسيح، معايا نص كوباية من المية، عليها معلقة كبيرة من النشا.
بقلبها كويس قوي، لازم اقلب النشا كويس قوي عشان ما يعملش تكتلات. واقلب بقى، هلاقيها عملت كتل كده، هقلب فيها بالراحه واكون مهديه النار خالص. بضيف عليها كوبايه من اللبن الدافي، وهقلب بقى. النار بتبقى هاديه لحد ما يدوب خالص الكراميل، يبقى دايب كده خالص، يوصل معايا للشكل ده. كل ما بسيبها على النار اكتر كل ما بتتقل اكتر. طبعا لو حابه الكراميل يبقى اغمق من كده بتسيبيه شويه لما يغمق، لكن انا بحب لونه يبقى فاتح بالشكل ده. بطفي عليه النار واسيبه بقى لما يبرد على جنب، وبعمل الكريم شانتيه. كوبايه من الكريم شانتيه معاها كوبايه الا ربع ميه متلجه فيها تلج، بخفقهم مع بعض لحد ما يوصل بالشكل ده معايا. تبقى الكريمه تقيله بالشكل ده. بغطي بيها الكيكه بالشكل ده. هسويها كده بالسكريبر، لو ما عنديش سكريبر ممكن استخدم سكينه. بدخلها التلاجة نص ساعه تجمد شويه، وبطلعها بحط عليها صوص الكراميل. بيبقى دافي، بيبقى هادي كده، ما بيبقاش سخن، لانه لو سخن هيسيح الكريمه. بفرد بقى بالراحه كده على الكريمه. انا عايزاكم تجربوها، طعمها هيعجبكم قوي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضيفوا اصحابكم وحبايبكم عشان تنوروني. هشيل معلقتين كبار من الكريمه، بحطهم في كيس حلواني او كيس تلاجة، وبعمل خطوط طوليه بالشكل ده. بجيب عصايه الشيش طاووق وبعمل خطوط بالشكل ده طوليه، رايح جاي كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ سهله قوي، وبتطلع معايا قمر بالشكل ده. صوص الكراميل سايح والكريمه الطعم بتاعها تحفه، والكيكه هشه اسفنجيه، طعمها جامد قوي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ تحفه. ولا الطعم خطير. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الطعم لا يقاوم. ما تنسوش تحطوا اللايك. جامده قوي. باي باي.